انتوا عارفين لو جبنا بريم او صينية ودهناها بالسمنة او بالزبدة وهنجيب ورق الجلاش، هنحط ورقة ورقة. اول ورقة نحطها وناخد شكل الصينية كويس جدا كده، وندهنها برضو بالسمنة دهنة بسيطة خالص، وندهن الحروف اللي طالعة بره دي. يعني نحط الورقة في نص الصينية ونطلع حروفها بره عادي، ونحط ورقة تانية. هنحط كده تقريبا فوق بعض بنفس الخطوات 4 5 ورقات كده، وفي الاخر هنحط واحدة في النص وندهنها برضو بالزبدة كده او بالسمنة. وبعدين نتني بقى الحروف الزيادة دي اللي احنا عملناها، وبرضو مع كل تانية هندهن الظهر بتاعها علشان تطلع مورقة وجميلة كده زي ما احنا شايفين. ونخلي حروفها طالعة لفوق شوية تاخد شكل القالب اللي احنا عاملين فيه او الصينية اللي احنا عاملين فيها، وندهنها بدهنة بسيطة كده تمام جدا. هنبدأ بقى نجيب اي علبة قشطة او وش القشطة بتاعة اللبن، وبعدين ندهن كده الجلاش بتاعنا بالقشطة، وبعدين نجيب شوية من الجبنة الموتزاريلا ونرش عليهم رشة بسيطة جدا من السمنة، وبعد كده نجيب كنافة مفتتة ونحطها على الوش ونفردها كويس جدا عليهم. واخر خطوة خالص نجيب شوية من السمنة او الزبدة السايحة ونبدأ ننزل بيها على كنافة، ونحاول نقفل الحروف بتاعة الجلاش على كنافة كده زي ما احنا شايفين. في الوقت ده نكون مسخنين الفرن حلو جدا على درجة حرارة 180، ونحطها في الرف الوسطاني تتحمر من فوق ومن تحت كده زي ما احنا شايفين. كده طلعت من الفرن، شايفين التحفة والجمال. هنسقيها بقى بسيرب تقيل. السيرب كوبايتين من السكر على كوباية مية على عصرة ليمون على معلقة من عسل الجلوكوز، ونحطهم على النار لحد ما يتقلوا، وننزل بالسيرب عليها وهي سخنة. دي هي سخنة والسيرب سخن، ده لو عايزينها تبقى طرية شوية. لو عايزينها ناشفة ومقرمشة يبقى السيرب ساقع وهي سخنة. تمام، شايفين بقى التحفة تحفة وطعمها خطير، والكريسبي بتاع الجلاش مع الكنافة مديها طعم وميكس رهيب مع الجبن كمان والقشطة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.